وبتبتدي حكاية مسلسلنا النهاردة مع بطلتنا ميان، وهي بتحلم حلم سافل شويتين، وبتشوف نفسها مع شاب وسيم اسمه شين، وعايشة معاه الحب على الآخر. وبعدين كانت حامل ودخلت المستشفى، وليلة كبيرة قوي سعادتك. وفجأة بتصحى من النوم وهي مفزوعة، وبتسأل نفسها هو أنا ليه كل يوم لازم أحلم بالشخص ده؟ انت مين يا عم انت، وعاوز مني ايه؟ وفجأة حبيبها جيان بيتصل عليها وبيقولها جهزي يا روحي، النهاردة عندي حفلة كبيرة وعاوزك تيجي معايا. خلونا نركز بقى على المفيد. أول ما بتروح الحفلة بتبقى بدر منور الله أكبر، وفجأة بينزل البطل بتاعنا شين من فوق، وهو شايل ابنه اللي لسه عمره شهور على ايديه. وطبعا كل البنات بيتلموا حواليه، ما هو حليوة ومقطقط وكلهم عاوزين يتجوزوه، حتى أنا والله. بس هنا بتحصل حاجة غريبة عجيبة. أول ما البيبي بيعيط البطلة بتاعتنا قلبها بيحن على طول، وبيشتغل عندها هرمون الأمومة، اللي هو ازاي يعني؟ ده مش هينفع أوضح، بس أيوة زي ما انتوا شايفين كده. في اللحظة دي وهي في الحمام بتلاقي شين وراها خبط لزق، فبتقوله انت ازاي تدخل عليا الحمام يا محترم؟ طب قول احم ولا دستور وانت داخل يا راجل الله. قال لها على فكرة الحمام ده يبقى حمامي الخاص، بس انت اللي معندكيش خلفية اكيد. واستني هنا، رايحة على فين؟ الفستان بتاعك واضح قوي انه مليان لبن، ادخلي الحمام وغيري، انا جايبلك فستان مخصوص علشانك. وهنا بقى بنلاحظ ان هو كمان يعرفها كويس جدا، ونظرة عينيه بتقول كلام كتير مليانة اشعار. وبعد ما بيخرجوا بيروح المساعد بتاعه مجمع كل البنات وقال لهم ركزوا معايا يا حلوة منك ليها، سعادة البيت صغير ابن السيد شين والدته مش موجودة، وهو مش بيحب اللبن الصناعي، ودلوقتي احنا عاوزين مربية، اهم حاجة تكون رشيقة ونظيفة ومتعلمة تعليم في جامعات مرموقة وبتتكلم 3 لغات كمان. كل ده عشان تبقى المربية بتاعته اللي ان شاء الله داخل الاولمبياد. وبيوزع الكارت على البنات كلهم اللي بيبقوا طايرين من الفرحة وعايزين يقدموا على الوظيفة عشان يقربوا من المقاطقة الحليوة. اما هي فبتقف مكانها، والمساعد هو اللي بيديها الكارت وبيقول لها لو حابة تشتركي احنا في انتظارك يا قمر. الغريب ان البنت بقى بعد ما بتطلع بره مع جيان بتحس بوجع في دماغها، وبتبدأ تشوف لقطات من الماضي والمشاهد كلها دي مع شين. فالواد بيسألها مالك، هو انتي كويسة؟ قالت له لا، بيحصل لي نفس اللي بيحصل كل مرة. فبيتعصب عليها جامد وكان عاوز يكسر ايديها، وقال لها مش انا قلتلك مليون مرة ما تفكريش في اي راجل غيري؟ هي ما فكرتش يا محترم، بتقولك تعبانة، بتشوف حاجات مش فاهماها، انت اللي خروف. في نفس اللحظة بيجيله تليفون من الحيزبون امه اللي بتقوله يا حبيبي انا جيت الصين خلاص يا قلب امك. فقال لها بصي يا حلوة، انا هسيبك واروح اجيب امي من المطار، ولازم نقابلها علشان توافق على جوازنا. وبعد ما بيسيبها وبيمشي بيجيلها تليفون من المستشفى بان اختها تعبانة، فبتطلع تجري على هناك، والدكتورة بتبدأ تطمنها ان حالتها بدأت تستقر تاني، وبتعرفها ان تكاليف علاج الشهر ده بالتحديد مرتفعة قوي. وبتسألها تحب نتصل بالسيد جان ونبلغه؟ قالت لها لا لا مفيش داعي، انا هعمل المستحيل علشان اعالج اختي. وفي نفس الوقت يا عيني بتفتكر وبتقول ان هي واختها من كام سنة عملوا حادثة مع بعض، وهي قامت بالسلامة واختها لسه بتتعالج. وبتسأل نفسها يا رب يجيب الفلوس دي منين دلوقتي، ده انا بعت كل اللي حيلتي علشان اعالجها. وهوب افتكرت وظيفة المربية، فقالت بس انا هقدم عليها لان مرتبها حلو جدا، وده هيساعدني ان اقدر اعالجها وما مدش ايدي للي يسوى واللي ما يسواش. وبتستنى لحد ما يطلع الصبح بالعافية، وبتروح واخدة بعضها وطوالي على بيت شين. واول ما بتوصل بتقول واو، لما البيت كده من بره امال هيبقى عامل ازاي من جوه؟ هو انا ناقصه يا اخواتي؟ واول ما بتدخل علشان تشغل الاسانسير فجأة بتلاقيه قدامها ما شاء الله على طوله ولا على عرضه حتة جلاشة بالمكسرات، وهو بصلها بصة مليانة حب وسابها ومشي. اما هي فبتدخل بسرعة تقف في الصف مع شوية البنات الحرابيق، والمفروض ان رئيسة الخدم هي اللي مسؤولة تختار المربية بالمواصفات الدقيقة. وطبعا ما شاء الله كل واحدة فيهم كانت لابسة قشي وشفتشي عشان تلفت نظر المسمسم. واول ما بيجي الدور على البنوته الكتكوته ميان، الحاجه بتبصلها كده من فوق لتحت وبتقولها الله اكبر عليكي وعلى اللي حواليكي، ربنا يحميكي. دي الاخلاق ولا بلاش؟ انتي بقى مناسبه من كله بصراحه. ومره واحده بتهل عليهم من بره حربوقه جديده، ودي تبقى بنت اخت رئيسه الخدم، وبتقولها استني يا خالته، هي مين دي اللي كامله من كله؟ دي شرشوحه خالص، اما انا فما فيش مني، وعلشان كده انا اللي هبقى مربيه. قالت لها ازاي يا بنتي، ما ينفعش خالص، هخسر شغلي بسببك كده، منك لله انتي وامك. فراحت بنتنا ميان قالت لها انا عندي حل، ندخل منافسه ضد بعض والبقاء للاقوى. قالت لها وانتي بقى هتعرفي تنافسيني؟ وهوب زقتها كانت هتوقعها في الارض، بس الحمد لله الحليوه بيظهر فجاه وبياخدها في حضنه كده اهو. في نفس اللحظة بتيجي الخدامة وبتقول لهم الحقوا، البيت صغير مش راضي يسكت على صرخة واحدة من الصبح يا قلب امه.
هنا شين قال لهم دلوقتي هنشوف مين فيكم اللي هتقدر تسكته، واللي هتنجح هي اللي هتفوز ونشغلها المربية. طبعا في البداية بتاخده ام 44 وبتقول لها بصي شوفي انا هسكته ازاي وتعلمي مني، ولكن الموكوسة مش بتعرف تسكته ولا حاجة. وبعدين بيجي الدور على بنتنا اللي سبحان الله اول ما بتشيل البيبي بيسكت على طول، ومش كده وبس ده بيضحك وبيبقى منشكح كأنه شايط موزة. فالسيد شين قال لهم كده اتعشت، خدوا بقى الجربوعة دي وارموها بره ومش عاوز اشوف وشها هنا تاني. اتاريه كان عاوز ينتقم منها عشان كانت هتوقع حبيبته، وبيقرب من الكتكوتة وبيوشوشها في ودانها وبيسألها هو انتي مرتبطة يا حلوة؟ قالت له ليه، في مشكلة ولا حاجة؟ قال لها اصل ابني ما بيحبش يشارك اي حاجة تخصه مع حد تاني. اخ منك يا خلبوس انت اخ. قالت له ما تخافش انا هعمل كل اللي يطلع في ايدي لحد ما اخليه سعيد خالص. وبعد ما بتخلص يومها الدادة بتوريها الأوضة بتاعتها اللي بتكون شرحة وبرحة ويجري فيها الخيل، وعشان كده بتقول لها ايه ده يا دادة، دي مش أوضة دي فندق. قالت لها هو سعادة البيشين كده الموظفين اللي عنده بيهتم بيهم كأنهم أهله. وبنتنا ما بتصدق بقى وبتدخل الحمام تاخد دش بزيوت العطرية وأملاح البحر وبتدلع نفسها على الآخر. وفجأة بتلاقي الباب بيخبط، مين يا جماعة، هو ده وقته، مش شايفيني مش فاضية؟ فالدادة قالت لها معلش يا بنتي البيت صغير جعان وده ميعاد العشاء بتاعه. ما شاء الله هو انت عندكم حتى الصغنن ده ليه مواعيد؟ فبتاخده منها وبتأكله. وبعد ما بتخلص بتلاقي شين جاي من بره وسكران على الآخر وبيطلب منها تساعده وتاخده لحد الأوضة. فالبنت بتساعده فعلا، والاتنين أول ما بيدخلوا بيروحوا واقعين في أحضان بعض كده على السرير. وهو عشان قاصد وعامل كل الفيلم ده من البداية بيبدأ يعتدي عليها وبيديها حبة حنان، انما ايه نوع فاخر من الاخر. فالبنت بتضربه بالقلم وبتهرب منه. فالواد يا عيني بيفضل يعيط بالدموع على حبيبته اللي مش قادر يرجعها لحياته من تاني. يعني هو ما كانش سكران ولا حاجة العفريت، اما هي فبتاخد قرار نهائي تقدم استقالتها. امال ايه كل الله الشرف. بس اول ما بيطلع الصبح وبتنزل علشان تعرفه انها هتستقيل، للاسف قبل ما تفتح بقها بحرف واحد بتلاقي الدادا بتقول لها لو سمحتي يا بنتي بعد كده ما تدخليش اوضه السيد شين ولا تقربي منه حتى وهو سكران. واللي حصل ليله امبارح لو كان حصل مع حد غيرك كان طرده على طول، بس هو متأكد انك بنت ناس ومتربية. فقالت لها يعني ايه، هو حضرتك مش فاكر اللي حصل امبارح يا محترم؟ قال لها لا مش فاكر. هو ايه اللي حصل لا مؤاخذة؟ بيستعبط يعني الافندي عشان البنت ما تبعدش عنه، وهي علشان هبلة صدقته واكلت الطعم وقالت لنفسها خلاص يا بت عفى الله عما سلف، هعمل نفسي ان مفيش اي حاجة حصلت عشان انا محتاجة الفلوس، وفي نفس الوقت عشان الكتكوت العسول اللي بقيت متعلقة بيه ده. وبتستأذن منه وبتروح تقابل جيان، فهو بيتجنن وبينادي على المساعد بتاعه وبيقول انا مش قلتلك مليون مرة تحاول تعمل اي حاجة وتفرق ما بينهم؟ قال له حاضر يا فندم انا هلاقي طريقة اخليهم يبعدوا بيها عن بعض. وهنا بسلامته بيجيله مكالمة فبيسيبهم مع بعض وبيطلع بره يرد عليه. اما العقربة امه فبتقدم لها هدية جامدة جدا وبتقول لها مش هنكر ان انت عسولة بس انتوا متنفعوش لبعض، والعقد ده تمنه 25 مليون، خديه وابعدي عن ابني وملكيش دعوة بيه. فبطلتنا قالت لها ليه كده، انا مش هاخد عقد ولا حاجة. فام 44 بقى بتحاول تديهولها غصب عنها، واول ما بتلاقي ابنها جاي عليهم بتمثل انها وقعت في الارض وان بطلتنا هي اللي زقتها. فالواد بيهزقها بكلمتين وبياخد امه وبيجري على المستشفى، اصله طلع ابن امه 60 نيل عليه. ومش كده وبس، ده بعد شوية هي بيجيلها تليفون من المستشفى بانهم مش لاقيين اختها، تقريبا كده حد خطفها. فبتطلع تجري تحت المطرة وبتحاول توقف تاكسي، للأسف المنطقة بتبقى مقطوعة والوقت كمان متأخر. فبيظهر قدامها جيان والبنت بتقوله خدني للمستشفى بوس ايديك اطمن على اختي، لكنه بصلها بقرف وخد امه وسابها ومشي. وفجأة بتلاقي قدامها شين وبيقولها اركبي، والبنت بعد ما بتركب بياخدها على المستشفى عشان تطمن على اختها، وبتفضل تعتذر منه وبتقوله يقطعني وسختلك العربية. فبيطلع فوطة وبيفضل يمسح لها شعرها وهو ماسك دموعه بالعافية وبيقول لها فداكي مليون عربية، المهم ان انتي كويسة. قالت له مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما اطمن على اختي. وبعد ما بتوصل هناك بتلاقي اختها زي القرد ما فيهاش حاجة. فبتسأل الدكتورة ايه اللي حصل وكانت فين؟ قالت لها ما تخافيش يا هانم، الهانم كانت في الجنينة بتقطف الورد. وبعد لحظات بتاخد التليفون وبتطلع بره تتصل على شين علشان تشكره وبتسأله انت فين؟ قال لها انا في المكتب، بس الكذاب بيبقى واقف وراها ومخلي باله منها كويس قوي. ونار الغيرة بتولع في قلبه لما بيلاقي جيان جاي وبيقول لها انت لازم تيجي تعتذري من امي. قالت له الله يقطعك انت وامك، انا ما عملتهاش حاجه، هي اللي مش موافقه على الجوازه. قال لها طيب انا هاخدك برضاكي او غصب عنك. فالبطل بيتجنن وكان عاوز يمسك الواد يقطعه 4 تربع، واتصل عليها تاني وقال لها انا مستنيكي في المكتب ويا ريت تحصليني.
ولو ما جيتيش ما تدوريش عليا بعد كده. فهي خافت على الوظيفة ونزلت المكتب بسرعة، ولسه بتقوله شكرا يا فندم، مرة واحدة بيسمعوا جيان بينادي وبيقول انت فين يا ميان. فهو بيروح واخدها في حضنه، والبنت من الخوف بتقوله ايه اللي انت بتعمله ده يا مجنون، كده هيشوفنا. قال لها ما تخافيش، كده مش هيعرفك. والواد اول ما بيقرب من الباب بيسأله هي مين دي يا فندم؟ قال له دي المربية بتاعت ابني. رد عليه وهي في حضنك يعني بتعمل ايه لا مؤاخذة؟ فبص في عيونها وقال له لاني بحبها. والواد لما شاف الفستان شك انها تبقى حبيبته، ولسه هيدخل علشان يتأكد، فشين بيمسكها وبيديها كوبلة انما تدوخ، وبيقوله لو سمحت ممكن تطلع برا علشان دي لحظة خاصة. فالتاني قال لنفسه اكيد الفستان مجرد صدفة لان ميان مستحيل تخوني، وبيسيبهم وبيمشي. اما هو فبيطلع كارت وبيديهولها وبيقولها انا عرفت ان اختك تعبانة جدا وقدرت اجيب لها اشهر جراح في اوروبا، وكمان دفعتلك حساب المستشفى كله. فهي بتبقى فرحانة جدا وبتقول انا مش عارفة اشكرك ازاي. اما هو كان بيقولها في تفكيره يا ريت تشكريني بليلة رومانسية. وفجأة الدادة بتتصل عليهم وبتقول الحق يا فندم البيت صغير مش ساكت. فهو بياخدها وبيطلعوا يجروا على البيت، واول ما بيوصلوا الدادا بتقوله سبحان الله الواد نسخة من ميان، نفس المناخير والعيون والشفايف، اللي يشوفهم يقول انها امه. واول ما بطلتنا بتشيل البيبي بيبدأ يفرح ويمرح والضحكة مش بتفرق وشه. وبعد ما بتطلع الأوضة فوق بتسأله هي مامة الولد دي راحت فين؟ فقالها لما كانت حامل في شهرها الأخير راحت تزور أختها، وهي في الطريق عملت حادثة هي وأختها ودخلوا المستشفى، ولما وصلت هناك ما لقيتش غير ابني. وبعد فترة لقيتها بس للأسف هي مقدرتش تتعرف علينا لأنها فاقدة الذاكرة. هنا بناخد بالنا ان هو بيحكي لها عيونه مليانة دموع، وبيفضل يقرب منها وكأنه عاوز يقولها ان انتي مراتي. وكمان وهو عمال يحكي لها البنت بتبدأ تشوف لحظات من الحادثة، يعني الكتكوتة طلعت مراته خلاص. وبعدين بياخدها للمول علشان يعملوا شوبينج للبيبي، وهناك كل ما هي تمسك حاجة هو يقولها واو تسلم ايديكي تحفة هناخدها، تسيبها وتمسك اللي بعدها يقولها جميلة تحفتين هنشتريها، وبيسيبها وبيبعد يرد على تليفونه. والموظفة بتقول لها وقتها يا هانم تحبي تشوفي قسم الأمهات، في حاجات هناك هتليق عليكي جامد جدا. قالت لها للأسف أنا مش أمه، أنا بقى مربية بتاعته، وبما إننا في زمن معاك قرش تساوي قرش. فالموظفة لما عرفت إنها المربية على طول بصت لها بقرف من فوق لتحت وقالت لها ايه ده، يعني انت مش مرات السيد شين؟ قالت لها لا يا حبيبتي يسمع من بقك ربنا، بس ما حصلش والله. فعلى طول بدأت تعاملها بطريقة وحشة، وكمان لما بتشوفها مركزة مع حاجات نسائية قالت لها ما تحلميش، انت شايفة سعره كام؟ اللي زيك ما يقدرش على تمنه. ومسكت كده معطر وراحت في وشها فس فس فس. فبطلتنا قالت لها ايه قلة الذوق دي ليه كده؟ قالت لها عشان انتي واللي زيك بتبقوا مليانين جراثيم، ويلا بعيدي من هنا يلا. وفجأة وقعت في حضنه بعيون كحيلة، فقالت له يقطعني والنبي ما كنت اقصد. فهو بيبص للموظفة بغضب زي الذئب المتوحش اللي عاوز يعضها في وشها. فالبنت خافت وقالت له سامحني، كانت عاوزة تشتري حاجة وانا كنت بفرجها ما اقصدش والله. فبص لحبيبته وقال لها كنت عاوزة تشتري ايه؟ قالت له لا خلاص مفيش داعي. قال لها لا بصي يا بنت انتي انا عاوزك تجيبي لها كل اللي هي محتاجاه واللي مش محتاجاه. فبطلتنا قالت له ايه ده، انا مش معايا فلوس والحاجات دي هنا غاليه. رد عليها ومين قالك انك هتحاسبي اصلا؟ امال انا هنا ايه كيس جوافه ولا مؤاخذه؟ انت لسه واقفه روحي هاتي الحاجات اللي قلتلك عليها. وبيشتري لها حاجات ومحتاجات كتير. وبعد ما بيطلعوا من المول فجاه بيظهر قدامهم 2 حرابيق، ودول المفروض تبقى مرات ابو شين واللي معاها الدلوعه لين بنت اختها. وبطلتنا بتحس باحراج فبتسيبهم مع بعض وبتمشي. اما مرات ابوه فبتقول له ايه يا حبيبي هتتجوز انت ولين امتى؟ مش هتيجي بقى تتكلم مع باباك ونحدد ميعاد الفرح؟ قال لها مين قالك ان انا هتجوزها؟ الموضوع ده احنا متفقناش فيه ولا اتكلمنا اصلا، انت بقى عاوزه تجوزيني بنت اختك دي بتاعتك. وبيسيبهم وبيمشي. فالبنت لين بتكون شيطانة وبتقولها على فكرة يا خالته انا خدت بالي من نظراته للمربية بتاعته انها مش مريحة وشكله كده مهتم بيها قوي. قالت لها لا احنا مش هنسمح لاي واحدة تاخده مننا. اما الخلبوس بعد ما بيركب العربية بيقرب منها كده اهو وبيقول لها ما تخافيش انا هطمن على ابني، مع انه كان عمال يتحمرش بيها. وقال لها على فكرة دي تبقى مرات ابويا واللي معاها دي بنت اختها وهي عاوزة تجوزها لي، بس انا والله مش موافق. فالبنت اتخضت وقالت لنفسها هو ليه بيبررلي موقفه، انا بقى بالنسبة له ايه اساسا. وبعد شوية قرب منها اكتر وكان لسه هيفقد السيطرة على نفسه. وبعد ما بترجع البيت بتاخد البيبي ينام جنبها في السرير، ويا دوب هي بتروح في 7 نومة فجأة الوسيم بيدخل الأوضة
وبيفضل يتأمل ملامحها ويحب فيها، ودموعه بتبقى نازلة من عيونه من اشتياقه ليها، ومن غير ما يحس بيندمج على الآخر. وفجأة هي بتصحى من النوم مفزوعة وبتقول لنفسها يا فضيحتي، هو كل ده كان حلم؟ وأول ما بيطلع الصبح بتهرب من قدامه وبتبقى مش قادرة تبص في عيونه، لأنها كل ما تشوفه بتفتكر الحلم فبترتبك. أما هو فكان سعيد ومبسوط. وبعد ما بيروح شغله بتوصل أم 44 لين وبتكلم البطلة بقرف كأنها هي صاحبة البيت أو سيدة القصر، مش عارفين. وبتقولها انت يا بنت اديني البيبي اشيله شوية وروحي شوفي اي حاجة اعمليها. وبعد ما كلهم بيدخلوا بتمسك تعويذة سحرية وبتحطها في لبس البيبي، وبعدين بتطلع لها بتروح مصرخة وبتقول لهم يا لهوي المربية عاملة سحر للواد، انتوا يا حراس امسكوا البتاعة دي واضربوها وقلعوها هدومها واعتدوا عليها عشان تتعلم الأدب. فالدادة بتحاول تدافع عنها، ولما مش بتعرف بتتصل على البطل شين وبتقوله يلحق الهانم في خطر، فهو بيلف وشه وبيرجع بسرعة. واول ما بيدخل بيلاقيهم ماسكين البنت وعمالين يقطعوا فيها، فبيقلع الجرافطة وبيلفها حوالين رقبة واحد فيهم وكان هيخلص عليه حرفيا. اما التاني فكان هيقتله، وبيمسك حبيبته وبيغطيها وبيطمنها ما تخافيش انا جنبك. وبعدها بيبص للعقربة لين وبيقولها انت ايه اللي جابك بيتي اصلا؟ قالت له ايه ده يا روحي، انت ازاي تقولي الكلام ده لخطيبتك؟ انا كنت جايه عشان اطمن على ابننا ولقيت العقربه دي عامله له سحر. فبطلتنا ميان قالت له والله ما عملت حاجه. قال لها انا مصدقك طبعا. فالبنت بتستغرب ان هو مصدقها بالشكل ده وكمان بيدافع عنها، فردت عليه في كاميرات مراقبه هنا فياريت نراجعها ونشوف كلنا الحقيقه. وطبعا ليه لما عرفت ان في كاميرات في المكان كان هيجيلها شلل رباعي خماسي سداسي كده يعني. ولما بيراجعوا الفيديو بتظهر الحقيقه. فالوسيم بكل غضب انت تعديتي حدودك لما قربتي من اي حد يخصني، يا رجالة خدوها على السجن. وكانت المفاجأة ان ميان وهي بتراجع الكاميرات بتشوف شين لما دخل اوضتها ليلة امبارح، فبتسأله ايه ده، هو انت دخلت اوضتي؟ يعني اللي حصل امبارح ده كان حقيقة مش حلم؟ وبسرعة بتسيبه وبتطلع الأوضة فوق، فهو بيطلع وراها لكنها بتقفل الباب في وشه. فبيقولها سامحيني انا دخلت اوضتك امبارح عشان اخد دش لان حمامي يعني كان عطلان، وغصب عني ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك كنت زي القمر. قالت له طب ولما كنت سكران؟ قال لها كنت بمثل. فضربته بقى بالقلم وقالت له انا هستقيل وهمشي من هنا فورا. فبيمسكها وبياخدها على الأوضة غصب عنها وبيعتدي عليها تاني، وبيقول لها اوعي تفهميني غلط، غصب عني عشان بحبك وعاوز اتجوزك، خليكي معايا ونربي البيبي مع بعض. اي نعم البنت بتحس ناحيته احساس غريب وبدأت تحبه للمرة التانية في حياتها، بس برضه بتبقى خايفة منه احسن يكون عاوز يتسلى بيها يومين تلاتة وبعدين يسيبها، وبتصر بقى انها هتمشي يعني هتمشي. فبيجيب البيبي وبيحاول يستعطفها بيه وبيقول لها انا وهو ما نقدرش نعيش من غيرك، ارجوكي بلاش تسيبينا انا والله بحبك. لكنها قالت له ده قرار نهائي وحصلت على نفسها 100 ليمونة ومشيت. وبعد ما بترجع بيتها بتحس انها تعبانة جدا وبتدخل في السرير وبتنام، ووقتها بتحلم المرة دي حلم مختلف وبتشوف نفسها حامل وشين يبقى جوزها ومهتم بيها وعمال يدلع فيها وبيديها كمان اسورة دهب هدية. ووقتها بيجيلها تليفون من اختها فبتروح تزورها وهي على الطريق بتعمل حادثة، واتاري اللي خبطها بالعربية هي واختها يبقى جيان. واول ما شاف بطلتنا قال لنفسه دي حبيبتي من ايام الثانوية، واخدهم على المستشفى وكمان خد الاسورة بتاعتها بعد ما وقعت منها على الارض. وفجأة البنت صحيت من النوم مفزوعة، ولما افتكرت الحلم قالت لنفسها انا فاقدة الذاكرة ومش قادرة افتكر اي حاجة من الماضي، بس لحظة الاسورة بتاعتي عند جيان. فبتتصل عليه وبتقوله انا عاوزه الاسوره بتاعتي لو سمحت لان هي الحاجه الوحيده اللي هتخليني افتكر الماضي بتاعي. فهو اتعصب عليها وقال لها انا قلتلك مليون مره تنسي اللي فات وتحبيني انا وبس ومش هديلك الاسوره دي تاني ابدا، وبيقفل السكه في وشها. فهي بتروح واخده بعضها وطالعه على الفندق، وهناك بتلاقيه هو وامه وواحده كتكوته ملوزه كده، ودي المفروض الست امه جايبها له علشان تجوزها له. فالام بتعمل ايه؟ بتقدم بطلتنا للعروس على انها بنت عم جيان، والحقيقه الواد قال لها ليه كده بس يا ماما، انت عارفه ان انا بحب ميان. قالت له اسمع مني لازم تتجوز العروسه اللي انا جايبها لك لان ابوها غني وهنعمل معاهم مشروع احلامك. فطلع خسيس وسمع كلام امه ابن امه كل ده، والبطه بتاعتنا واقفه عندها ذهول ومش متخيله ان الواد باعها بسهوله كده. اخس عليك يا واطي اخس. ومش كده وبس، لا لا، دي الام كانت عاوزه بطلتنا تخدم عليهم وتحط لهم العصير وبتعاملها معامله زي الزفت. فهي بصت لهم كده بغل وراحت مدياهم فوق دماغهم،
وقالت للعروسة بصي يا حبيبتي انا مش بنت عم ولا حاجة، انا ابقى حبيبته، بس دلوقتي خلاص ما بقتش لاني انفصلت عنك يا بوز الاخص ومش عاوزة اشوف وشك بعد كده. وحدفته بالبتاع في وشه وسابته وقامت مشيت. وبالصدفة بيوصل مين؟ شمشوم الجبار اللي قلبه على طول مولع بنار الحب. وطبعا لما بيشوف كل اللي بيحصل ده كان عاوز يدخل ياكلهم من راسهم عشان خاطر عيونها، ولكن لما بيلاقيها قدرت تاخد حقها بنفسها كان مبسوط خالص. في نفس اللحظة بيتصلوا عليها من المستشفى وبيعرفوها ان اختها حالتها خطر خطر. فالبنوتة طلعت تجري على هناك بسرعة ولقت الدكتورة بتقولها بصراحة اختك دخلت في غيبوبة تاني والجلطة اللي عندها بقت صعبة، فاحنا لازم نعمل لها العملية دلوقتي حالا ونشيل الجلطة والا هتروح مننا. والمفروض ان اللي هيقدر يعمل لها العملية دي هو الجراح المشهور وونج، وطبعا محدش يعرف الجراح ده غير البطل شين. فهي بتجري بسرعة علشان تروح له البيت يمكن تلحقه ولا حاجة، بس ده ما حصلش لانها اول ما بتفتح الباب بتلاقيه في وشها وبتقوله لو سمحت ساعدني انقذ اختي. قال لها موافق ولكن بشرط تتجوزيني. في نفس الثانية وفي نفس اللحظة بيتصل عليها القرد جيان وبيقولها انت فين؟ امي عاوزة تشوفك عشان خلاص وافقت على جوازنا اخيرا. وكده البنت لقت نفسها ما بين عريسين اتنين، فهي محتارة تتجوز الخاين ولا الغني. وطبعا انتوا عارفين رأيي بس ما بحبش اتدخل في حاجة ما تخصنيش. المهم ابننا بيستغل هذه الفرصة وبيقولها اختاريني انا هساعدك وهعالجلك اختك. بصراحة هي اختارته وهو عشان يضمن انها مش هترجع في كلامها اخدها وجري بيها بسرعة على مكتب الجواز. وهناك بقى كتبوا الكتاب فبتقوله يلا بقى اتصل بالدكتور. قال لها يلا بينا على المستشفى. ولما بيروحوا المستشفى بتلاقيهم عملوا لها العملية خلاص. وبعد ما بيطلعوا بره الدكتورة بتقول لها ما تشكرنيش انا، اشكر السيد شين عشان هو اللي عمل كل ده. فالبنت بصت له بحب من بعيد وقالت في سرها يعني هو اللي عمل العملية واتفق مع الجراح كل ده عشان خاطري وكمان من غير ما يقولي. فبيقرب منها وبيقول لها واضح انك عاوزة تقولي لي حاجة. قالت له اه ده فعلا انا عاوزة اشكرك جدا. قال لها خلاص يبقى تبوسيني. فهي بسته على خده بس المتوحش كان يقصد حاجة سافلة وقال لها انا من النهاردة خلاص بقيت جوزك يبقى تقوليلي ايه جوزي حبيبي. وهو بياخدها وبيرجع على البيت وهو منشكح وفرحان خالص. حتى المساعدة والدادة كانوا فرحانين علشانهم قوي. وطبعا كده هما الاتنين لازم يناموا في نفس ذات الأوضة. فالبنوتة بتعمل نفسها نايمة اما هو فبيقولها انا عارف انك صح يا عفريتة، اصحي يا روحي مفيش نوم النهاردة ليلة دخلتنا. ولسه بيقرب منها وهوب الدادة خبطت. مين؟ انا يا فندم الدادة. البيت صغير مش راضي ينام. وبعد ما البنوتة بتأكله بيروح الكتكوت بتاعنا واخد ابنه ومديه للدادة وقال لها معلش هينام معاكي النهاردة كلك نظر بقى. واول ما بيطلع الصبح بينزلوا هما ماسكين ايدين بعض كده اهو. في اللحظة دي هي بتستأذن منه عشان تروح الشغل فبيقولها شغل ايه يا روحي؟ قالت يا خراشي هو انا ما قلتلكش يا بيبي انا اصلا ابقى شغالة مراسلة في احدى الجرايد الصحفية. طبعا هو بيوافق وقال لها ما تشغليش بالك اهم حاجة عندي تكوني مبسوطة. والبنت بصراحة بتبقى طايرة من السعادة اما هو بيبقى حاسس ان الدنيا كلها ضحكت له. ولما بتروح الشركة بيقولوا لها انها المفروض هتعمل لقاء مع رائد اعمال اسمه لولو. ولما بتوصل هناك السكرتيرة بتقولها ان الهانم مش فاضية لان عندها اجتماع مع رجل الاعمال شين. فبطلتنا بتتصدم ولما بتبص عليهم وبتشوفهم وهم قاعدين بيضحكوا مع بعض على طول بتفهم ان لولو تبقى ام ابنه واكيد ناوي يرجع لها. فبتطلع وهي مش شايفة قدامها من الحزن المغري اللي وراها عشان اليوم يكمل وتلاقي السيد كرومبو جيان قدامها وقال لها اخيرا لقيتك تعالي بقى اعتذري من امي لانها حنت عليكي ووافقت ان اتجوزك. فقالت له ابعد عني مش عاوزه اشوف وشك ولا وش امك اديني الاسوره بتاعتي. وبعد ثواني امه بتيجي هي والحرابيق بتوعها اللي شبه المعيز وبيقفوا يتنمروا عليها وهو قال لها اركعي قدام حماتك عشان توافق تجوزك ليا. لكنها ما اهتمتش وبصت للواد اللي ملوش لازمه في الحياه ده وقالت له انا عاوزه الاسوره بتاعتي ولو ما جبتهاش هتصل على الشرطه دلوقتي حالا. فهو قال لها انت ليه مصرة ترجعي للماضي؟ ما انا بقولك خلينا ننسى ونبدأ من جديد. وطبعا بقى لما لقى الموضوع فيه شرطة وهي بتتكلم جد ادالها الاسورة على طول. طب ما كمل اول ليه بس قلة الكرامة.
وبيقول لها يلا بقى اعتذري من امي وانزلي قدامها على الارض. قالت له ياكش تولع انت وامك، انا خلاص اتجوزت ومش عاوزه اشوف وشك تاني. فهو اتجنن وحدفها على الارض وقال لها ازاي تتجوزي من غير اذني، مش تحمدي ربنا ان انا بصيتلك اصلا. فالبنت من الخضه خلاص بقى بتسخسخ، وفجاه بيطلع شين من جوه وبيضربه ضربه جامده جدا، وبيشيل حبيبته على ايديه وبيقول لهم احب اعرفكم ان جوزها اللي انتوا بتقولوا عليه شحات ده يبقى انا. وبيقول في سره وحسابي لسه مخلصش معاك يا ابن امك، استنى عليا. وبياخد البنوته بسرعه على البيت، وهي لما بتفوق بتنزل تحت فبتلاقيه واقف هو ولولو وعمالين يضحكوا جو اخر مسخرة. فبتديها اجندة وبتقول لها ان دي فيها كل مواعيد الاكل بتاع البيت صغير، وبتسيبه وبتطلع تلم شنطة هدومها. وبيجي وراها وبيقول لها على فين يا مجنونة. قالت له هسيبك علشان ما ينفعش افرق ما بينكم، دي تبقى مراتك السابقة برضو. قال لها لا مش مراتي. قالت له امال مين ام الواد. لكنه قبل ما يرد عليها بيلاقي الجد بيتصل عليه وبيقوله النهارده في حفلة في بيت العيلة لازم تيجي تحضرها. وبكل حب وحنان بيقول لها انا مش عاوز ابعد عنك، ممكن تشيلي الموضوع ده من تفكيرك، ويلا بقى اكلي الواد اللي مش راضي يفصل عياط ده لانه وجعلي دماغي. وعلى طول بينادي على الداده وبيديها النونو وبيقول لها اكلي انتي ولا شوفي هتعملي معاه ايه. وبيمسك العصفوره وبيعيش معاها الحب من تاني. فهي في اللحظه دي بتساله مش هتقولي بقى مين ام الولد ده. قال لها تبقي شبهك جدا كانك هي. ما يعرفش ان هو عك الدنيا. وقالت له يا سلام، يعني انا بديله ليها. وطردته بره الاوضه. تستاهل بقى، انت اللي معرفتش تفكر وتوزن الامور صح. في اللحظة دي الجد لما بيعرف ان حفيده اتجوز بيبقى طاير من الفرحة. ووقتها مرات ابنه العقربة بتسأله هو اتجوز مين يا جدو. قال لها اتجوز المربية بتاعته. فالست بتفضل تغل في نفسها وبتقول يعني بنت اختي دخلت السجن بسبب المربية دي وكمان بوظت كل خططي. طب والله لانتقم منها. في نفس الثانية بتيجي الخدامة وبتقول لها ان في واحد بره عاوزك اسمه جيعان. وبعد ما بيدخل بوز الاقص ده بيقول لها انا عاوز اقولك على سر عن الهانم ميان، وهي انها كانت حامل قبل كده وخلفت بس مش عارفين مين ابو الواد، وبكده لازم تعرفوا انها يعني واحده شمال استغفر الله. والمفروض ان جيان كان جاي يحضر الحفله هو وامه. واول ما الوسيم بيدخل هو وحبيبته كل الناس بيبقوا منبهرين بيهم خصوصا البنات العقارب. فبيقول لها معلش يا حبيبتي بعد اذنك هروح اشوف جدي عاوز ايه. وبعد ما بيسيبها وبيمشي مرات ابوها العقربة والحرباية التانية ام جيعان بيتلموا حواليها وبيفضلوا يغيظوا فيها. يعني مثلا مرات الاب بتقول لها اعرفك شوشو هانم وبنتها بنت سلطح فلطح باشا، عيلة تشرف، اما انتي في حيالله مربية. ردت عليهم بكل قوة وقالت لهم انا فعلا كنت مربية، بس اللي انتوا متعرفوش ان انا اصلا صحفية. وبصت للبنت وقالت لها بالمناسبة انا الشهر اللي فات جيت عملت عندكم لقاء، عملتوا ايه في الخسارة المادية اللي جابتكم على الحديدة. فهي بصت للست التانية وقالت لها اه صح، عرفت ان جوزك خانك مع السكرتيرة وانتي ضربتيها في الشركة وكانت فضيحة. هي لسه موجودة ولا مشيت؟ قصف جابها من الاخر ومسحت بكرامتهم الارض. وفجأة بيدخل الجد وبيقول لهم مين الحيوان اللي اتجرأ وغلط في حفيدتي. فمرات ابنه الحيزبونة بتقوله انت مش عارف الحقيقة يا جدو، وبتبص لجيان علشان يتكلم. فبيقوله ايوه دي واحدة رخيصة كانت حامل قبل كده. وبيقرب منها وبيقول لها انت مش فاكرة حاجة من يوم الحادثة، بس اللي انت ما تعرفوش ان انت كنت حامل وولدتي بعد ما العربية خبطتك. ومن هنا البنت بدأت تحس بوجع جامد في دماغها، بس بطلنا بيمسكها وبيقول لها افتكرتي حاجة. قالت له ايوه انت جوزي حبيبي وحشتني. فهو بيقف قدام الكل وبيرد على فندي وبيقول له هي فعلا كانت حامل بس مني انا، لاننا كنا مخطوبين وقدامنا بس يومين ونتجوز، وللاسف في اليوم المشؤوم ده سابتني وراحت تزور اختها، وحضرتك اللي خبطتها بالعربية كمان وبعدين خطفتها وفهمتها ان انت حبيبها، وانا دورت عليها كتير وما لقيتهاش. وبيجيب الرجالة ياخدوها على السجن علشان يتعاقب على الحادثة دي. اما الجد فبيضرب مرات ابنه وبيطردها بره البلد خالص. وفي النهاية ابننا العسول بيحضن حبيبته وبيعتذر منها عشان سابها تقرب من واحد حيوان زي ده. وبيحكي لها انه لما راح المستشفى للاسف ما لقاهاش موجوده، وابنه بس هو اللي كان في اوضه العمليات، فاخدوه على البيت ومن يومها وهو بيدور عليها لحد ما اخيرا لقاها. فسألته طب ليه ما قلتليش؟ قال لها كنت خايف عليكي احسن تتعبي اكتر، وانا اهم حاجة عندي هي سعادتك. وبعد كام شهر بنشوفهم كلهم عايشين في بيت واحد مع الجد، حتى اختها هي كمان كانت عايشة معاها وكلهم كانوا في غاية السعادة.
وفرحتهم كبرت اكتر لما عرفوا انها حامل المرة التانية. وبس يا حبايبي بيخلص المسلسل على كده. ما تنسوناش بقى باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.